بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا ابن عبد الله الصادق الأمين. موضوعنا لهذا اليوم عن زكاة والزكاة الفطرة. هي مفروضة على المسلمين جميعا، وتسمى أيضا بزكاة الصدق، وهي تقع في قبل صلاة العيد. وشروط زكاة الفطر أن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون متمكن من إيداء الزكاة. أنواع زكاة الفطر: التمر والزيتون والأرز وغيرها من المواد الغذائية. وكيفية إسراف زكاة الفطر: بالمال أو بالمواد الغذائية. ما حكم زكاة الفطر؟ للإجابة على الأرقام التالية.